أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد والذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن الشتاء الله أكبر الله أكبر رفع رحمه وجبرني ورفعني ورزقني الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم
وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون الله أكبر سمع الله لمن حمده الحمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فنتقضي صلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام منك السلام إليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهي ربي ربنا يا معبود سبحان الله Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasalli wa nasallimu ala rasul karim amma ba'du. Pada kesempatan sebuah kali ini insyaallah kita akan mendengar beberapa hadis mengenai pentingnya fadilah salat sunnah dan salat nafilah. An Abi Umamah radhiyallahu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma adzinallahu li'abdin fi syai'in afdala min rak'ataini yusallihima wa innal birra la yudharru ala ra'sil 'abdi ma dama fi salatihi wa ma taqarrabal ibadu ilallahi azza wa jalla bimithli ma kharaja minhu qala Abu Nadri ya'nil Qur'an. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah tidak pernah berkenan dengan rahmatnya terhadap sesuatu dari seorang hamba melebihi 2 rakaat salat yang dikerjakannya. Sesungguhnya kebaikan ditaburkan di atas kepala seorang hamba selagi ia mengerjakan salat. Seorang hamba tidaklah dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan apapun yang sepadan dengan sesuatu yang berasal darinya. Abu Nadr berkata yang beliau maksud adalah Al-Quran. Diulangi dari Abu Umamah radhiyallahu anhu yang berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah tidak pernah berkenan dengan rahmatnya terhadap sesuatu dari seorang hamba melebihi 2 rakaat salat sunnah yang dikerjakannya. Sesungguhnya kebaikan ditaburkan di atas kepala seorang hamba selagi ia mengerjakan salat. Seorang hamba tidaklah dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan apapun yang sepadan dengan sesuatu yang berasal darinya. Abu Nadr berkata yang beliau maksud adalah Al-Quran. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra biqabrin faqala man sahibu hadzal qabri faqalu fulanun faqala rak'atani ahabbu ila hadza min baqiyati dunyakum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati satu kuburan lalu beliau bersabda, siapakah orang di dalam kuburan ini? Para sahabat menjawab, si fulan. Beliau bersabda, 2 rakaat salat sunnah lebih disukai oleh penghuni kubur ini daripada seluruh isi dunia kalian. Hadis riwayat Tabrani. Diulangi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati satu kuburan dan beliau bersabda, siapakah penghuni kuburan ini? Para sahabat menjawab, si fulan. Beliau bersabda, sesungguhnya 2 rakaat salat sunnah lebih disukai oleh penghuni kubur ini daripada seluruh isi dunia kalian. Hadis riwayat Tabrani. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja zaman asy-syita'i wal waraqu yahtahafat
فأخذ بغصنين من شجرة فقال فجعل ذلك الورق يتهافت فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله قال إن العبد المسلم لا يصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar pada musim kemarau saat dedaunan sedang berguguran. Beliau mengambil 2 ranting pohon lalu daun-daunnya pun berguguran. Lalu beliau bersabda, wahai Abu Dzar, aku menjawab, labbaika ya Rasulullah. Beliau bersabda, sesungguhnya apabila seorang muslim mengerjakan salat dengan maksud mencari ridha Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari pohonnya. Hadis riwayat Ahmad. Diulangi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar pada musim kemarau saat dedaunan sedang berguguran. Lalu beliau mengambil 2 ranting pohon dan daun-daunnya pun berguguran. Lalu beliau bersabda, wahai Abu Dzar, aku menyahut, labbaika ya Rasulullah. Beliau bersabda, sesungguhnya apabila seorang muslim mengerjakan salat dengan maksud mencari ridha Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari pohonnya. Hadis riwayat Ahmad. An Aisyah radhiyallahu anha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sabaru 'ala thnataini asyrata rak'atan banallahu azza wa jalla lahu baitan fil jannah arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'ataini ba'da adh-dhuhri wa rak'ataini ba'da al-maghribi wa rak'ataini ba'da al-isya wa rak'ataini qabla al-fajri. Dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa menjaga salat sunat 12 rakaat atau salat sunat rawatib, niscaya Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat setelah salat zuhur, 2 rakaat setelah salat maghrib, dan 2 rakaat setelah salat isya, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Hadis riwayat Nasa'i. Diulangi dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa menjaga 12 rakaat salat sunnah rawatib, niscaya akan Allah bangunkan baginya sebuah rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat setelah salat zuhur, 2 rakaat setelah salat maghrib, 2 rakaat setelah salat isya, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Hadis riwayat Nasa'i. Alhamdulillah telah kita dengar beberapa hadis mengenai fadilah atau keutamaan dari salat-salat sunnah. InsyaAllah apa kita dengar dapat kita amalkan dan kita sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa zunub walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika arhamar rahimin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا حقك وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا من رحمتك من القوم الكافرين ربنا افرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة من ذريتنا ربنا تقبل دعاء اللهم الحمنا مراشد أمورنا وإذنا من شرور أنفسنا اللهم اهدنا واهد بنا واهدنا جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه.